موقفها من القضيه الفلسطينيه ومن حرب الدائره الان على فلسطين. النهارده المؤتمر تقريبا بيحضروا 9 احزاب ومجموعات سياسيه. كان صدر بيان عن هذه الاحزاب بيحيي المقاومه اولا وبيطالب بفتح معبر رفح بشكل كامل ودائم. مطلوب من الاحزاب السياسيه المصريه ومن المجموعات السياسيه الفاعله الوقوف بكل قوه خلف المقاومه الفلسطينيه ودعمها بشكل كامل، كل فصائل المقاومه، الوقوف ضد التحريض الاعلامي الذي يمارسه نظام كامب ديفيد ضد المقاومه وضد الشعب الفلسطيني. مطلوب تسيير القوافل لكسر الحصار عن القطاع، مطلوب الضغط والتظاهر من اجل انهاء اتفاقيه كامب ديفيد وطرد الممثلين الدبلوماسيين للعدل الصهيوني من القاهره، واغلاق السفاره المصريه في عاصمه الكيان الصهيوني. مطلوب انه نستعيد القضيه الفلسطينيه باعتبارها قضيه وطنيه مصريه في وجدان الشعب المصري بعد حاله التشويه والهجوم الذي مارسته اجهزه النظام ووسائل اعلامه عبر عقود لكسر علاقه الشعب المصري والشعب الفلسطيني، كسر علاقه الثوره المصريه بالانتفاضه الفلسطينيه. على القوى السياسيه وعلى القوى الثوريه ان نستعيد هذه القضيه في القلب من القضيه السياسيه في مصر. واشكر قطاع غزه الصابر لانه نجح في ان يجمع هذه القوى المصريه المخلصه على خلاف ايديولوجياتها وافكارها، وان ننجح في ان نتجاوز كل الجراح وكل الافكار وكل المشاكل الموجوده في الوضع المصري، وان شاء الله ننجح في ان تكون حراك شعبي حقيقي يتجاوز احزان الواقع المصري، يتجاوز ضيق ذات اليد من وضع اقتصادي يزداد سوءا مع اليوم، وتوحد كل هذه الجهود لكي تضع مصر في مكانتها الحقيقيه من قضايا امتها وفي قلب منها القضيه الفلسطينيه. سلطه طائر اسرائيل! سلطه طائر اسرائيل! هم كذاك الورقيين! هم كذاك الورقيين! سلطه طائر اسرائيل! سلطه طائر اسرائيل! والله يعني انا متربي عليه حسام مبارك بيدعم اسرائيل، ما بيدافعش عن القضيه الفلسطينيه. ده اللي انا شايفه بيحصل طول عمري. انا عندي 34 سنه، طول عمري بسمع بس كلام من ابويا انه في قضيه اسمها فلسطين، لكن صدر له غاز وهيستورد منه غاز، ودليلي انه اتفاقات السلام الاسلامي، ودليلي انه اختزل القضيه الفلسطينيه من فلسطين لغزه، ودلوقتي احنا قاعدين بنتكلم في حماس. المبادره وربط حماس المبادره مصريه. التعليق على التعليق انه نفس التعليق. الانظمه اللي عدت على مصر يعني مع اسرائيل مش مع فلسطين. يعني النظام الحالي بيعين اسرائيل. يعني باين قوي في كلام السيسي، في اول كلام في الحمله الانتخابيه بتاعته القدس الشرقيه باين قوي يعني. فلسطيني لا تهتم! يا فلسطيني لا تهتم! راح نفديك بالروح والدم! راح نفديك بالروح والدم! زيزو عبده عضو 6 ابريل والمتحدث الاعلامي باسم مؤسسه الدفاع عن المظلومين. اليوم هو مؤتمر خاص بالقوى السياسيه دعي لي من قبل مؤسسه الدفاع عن المظلومين ولجنه الحريات بنقابه الصحفيين. اليوم نرى ان القوى السياسيه مكتمله تحت رايه وهدف واحد وهو دعم القضيه الفلسطينيه بخلاف الافكار والايديولوجيات المختلفه، وتوجيه عده رسائل تصدر من المؤتمر اليوم ياتي على راسها فتح معبر رفح بشكل كامل. الرساله الثانيه هي رساله دعم ومؤازره للشعب الفلسطيني واهالينا في غزه، وان
مصر الشعبيه تختلف تماما عن مصر الرسميه. الرساله الثالثه وهي رفضنا الكامل للمبادره المغزيه الصادره من السلطه المصريه، والتي وصف فيها المقاومه بانها اعمال مضاده تهدف الى العنف. اعتقد ان احنا المطلوب مننا دلوقتي تسيير القوافل الطبيه الى قطاع غزه ومؤازره اهالينا هناك بشكل معنوي، لان ده بيفرق بشكل كبير جدا مع المقاومه الفلسطينيه، لا لسياسات التطبيع ولا لكلام دبلوماسي او اجتماعات وزراء الخارجيه العرب والحكام العرب اللي دائما على مر السنوات اللي فاتت بيفشلوا القضيه الفلسطينيه من خلال محادثات تدور بشكل سلبي لصالح القضيه الفلسطينيه وبشكل ايجابي للطرف المعادي اسرائيل ومن يقف خلفه من الدول العظمى ياتي على راسها امريكا. اما بالنسبه للقافله الطبيه تم تجميع عدد كبير جدا من الادويه والمعدات الطبيه من خلال تبرعات الكثير من المصريين البسطاء وطلاب الجامعات الخاصه ومختلف محافظات الجمهوريه. يتم الان العمل على فرز تلك الادويه واستخراج التصاريح اللازمه حتى لا يتم توقيف هذه القافله في الطريق وتصل باذن الله ورعايه الله الى معبر رفح ثم الوصول الى قطاع غزه. اما عن القافله البشريه يعني هناك قافلتان يتم تسييرهم في خلال الاسبوع المقبل. اعتقد ان احنا ممكن نلاقي مشاكل ومواجهات كثيره من خلال عمليه توقيف من الممكن ان تحدث لهذه القوافل البشريه، ولكن على الاقل هذا دور الشباب المصري ان يظهروا الدعم وان يعملوا من اجل القضيه الفلسطينيه. الرساله النهائيه اللي حبيت اوضحها في المؤتمر ان مهما الاعلام المصري حاول يسيد رؤيه عامه لدى المواطنين بان هناك طرف سياسي فلسطيني معادي للسلطه المصريه، بكل الاحوال نحن نقف مع المقاومه الفلسطينيه دون اي خلاف سياسي، لان في هذا التوقيت هو خلاف سنوي. نقف مع المقاومه الفلسطينيه وندعم القضيه الفلسطينيه وهي القضيه الاشهر على مر التاريخ، ونقف ضد عدو صهيوني غاشم كل طريقته هي استخدام الاله العسكريه والقتل وتخريب الاراضي الفلسطينيه والدمار وقتل الاطفال والنساء.